العلم، الخلق، الواجب شعار كلية الشرطة. معاكم النهاردة في حلقة خاصة جدا من المواطن المصري وتخريج دفعة جديدة لكلية الشرطة دفعة 2023، فتابعوا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية احتفالية وزارة الداخلية بيوم الخريجين للعام الدراسي 2023. الاحتفالية بدأت بعروض متنوعة للدراجات الهوائية بمشاركة الخريجين وطلبة كلية الشرطة من مختلف المراحل الدراسية. كما قدموا عروضا للقوة البدنية ومهارات الدفاع عن النفس بمشاركة الطلبة والطالبات، وهي تعبر عن مدى ما اكتسبوه خلال فترة الدراسة من خلال تطبيق برامج تدريبية متطورة. استعرض الطلبة مهاراتهم وقدراتهم القتالية وتحركاتهم التكتيكية والقفز من ارتفاعات متدرجة ومن مسافات متباينة، فضلاً عن استعراض قدراتهم البدنية عبر وسائل مستحدثة للتدريب. قام الطلبة والطالبات بأداء بيانات لعمليات مداهمة واستيقاف ومطاردات لعناصر إجرامية تدربوا عليها بكفاءة وفعالية تؤهلهم لأداء أصعب المهام الأمنية باحترافية. كما تم استخدام آليات ومعدات تستخدم في عمليات الاقتحام لأول مرة. يتم ولأول مرة تخريج دفعة من طالبات كلية الشرطة من الحاصلات على ليسانس الحقوق والتربية الرياضية بعد عامين من الدراسة داخل الكلية. وفي تقليد سنوي تقديرا لتضحيات الشهداء كان سلام الشهيد. كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز اقول لكم ان احنا كلنا في الدنيا اللي احنا يعني ناس بتيجي وتذهب، لها ما لها وعليها ما عليها، الا الشهيد بتفضل ذكراه عاطرة لما قدموا من تضحيات من اجل وطنه. وانا عايز اقول لكم انا شايف الاسر موجودة هنا، وانا حرصت على ان دايما في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش ان يبقى نسبة من اسر الشهداء تبقى حاضرة معانا، اولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا. ينتقل الخريجون عقب التخرج إلى مرحلة جديدة من العمل الميداني، مؤهلين بالعلم والخلق والواجب من خلال تدريبات اكتسبوها داخل ميادين التدريب بكلية الشرطة ومواد علمية وإنسانية تؤهلهم للعمل
في مختلف المواقع الشرطية. عقب تبادل القيادة أدى الخريجون يمين الولاء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتقليد أوائل الخريجين أنواط الامتياز تقديرا لتفوقهم خلال فترة الدراسة. أولا كلية الشرطة. الأول ملازم تحت الاختبار هشام السيد محمود علي. مشاهدينا معاكم من داخل كلية الشرطة لتخريج دفعة 2023 من أبطال جداد لمصر، يقفوا فعلا يحاموا عنها ويدافعوا عن أرضها. تشرف جدا يكون معايا أول الدفعة ملازم تحت الاختبار هشام السيد. برحب بيك وألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني كلية شرطة كلية صعبة، لازم نكون متفقين على كده، صح؟ طبعا اجتهاد اكيد فوق العادي، فوق الكليات العاديه، ومع كده انت طلعت اول دفعه. قول لي ايه السر، عملت ايه؟ هنا الكليه تنقسم لشقين، شق تعليمي وشق تدريبي. لازم ان الواحد يكون ناجح بس في الشق التعليمي؟ لا، برضه لازم يكون مواكب بين الاثنين، الشق التعليمي والشق التدريبي. التعليم بينقسم عندنا في القسم العام 4 سنين طبعا بندرس. ال4 سنين بندرس مواد قانون ومواد شرطيه عملي ونظري، منها مادة حقوق الإنسان بندرسها كل سنة، كيف تتعامل مع المواطنين. هشام، كلمة توجهها النهاردة لأي طالب في ثانوية عامة بيفكر إن هو يخش كلية شرطة ولسه ما حسمش أمره، تقول له إيه؟ الكلية هنا تعلمك الانضباط والالتزام، خليك قد المسؤولية، تتحمل وتغير من شخصيتك. فأنا كل أي حد في الثانوية العامة عايز يقدم الكلية هنا، أقول له هي حاجة جميلة جدا إنك تبقى ضابط، وحلم وهدف برضه ايضا لازم تسعى وراه، لازم تجتهد عشان تدخل الكليه هنا. انها تغير لك، وان هي تجربه حقيقه، يعني ان هي تجربه تخليك واثق من نفسك، بتغير من حياتك، تخليك جد في حياتك ومسؤول ومتحمل المسؤوليه. باذن الله. الف الف مبروك مره ثانيه وبالتوفيق في الجاي باذن الله. الله يبارك. الثالث ملازم تحت الاختبار ابراهيم محمد ابراهيم بدر. الشعب ماشي مشاهدينا، ما زلنا معاكم من داخل كلية الشرطة وتخريج دفعة 2023، وأتشرف يكون معايا ثالث الدفعة إبراهيم بدر. برحب بيك وألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا فندم. الثالث يعني مجهود برضو مش عادي، ما يقلش طبعا عن الأول والتاني. قولي عملتها ازاي، وايه المجهود الاضافي اللي انت عملته عشان تكون الثالث، وهل انت ال4 سنين الثالث ولا اخر سنه بس؟ هو طبعا من اول سنه الحمد لله ربنا كان موفقني في ترتيبي. عملتها ازاي يعني؟ ده طبعا مش جد واجتهاد بس، ده لازم في الاول واخر توفيق ربنا قبل اي حاجه، بس لازم اكيد طبعا اجتهادنا، تعبنا، دعاء الوالدين، وطبعا توفيق ربنا قبل اي حاجه. هل عندك حد في الأسرة ضابط أصلاً، أو عندك مثل أعلى كنت بتتطلع عليه؟ قول لي في موضوع إنك تبقى ضابط. والصراحة مش موجود حد في الأسرة نفسها ضابط، لكن أتطلع على ضابط طبعا. أي حد في مصر، أي شاب في مصر في بداية حياته يتطلع أمنية حياته طبعا إن هو يبقى ضابط، خصوصا لو في الداخلية أو في كلية الشرطة. صحيح. كنت جايب كام ثانوية عامة؟ 96.1%. ما شاء الله عليك. طب اللي بيجيب ارقام كبيره كده عاده بيبص على هندسه، طب، الكليات اللي بيسموها خطا يعني كليات القمه. ليه خليت انه اولويه اولى عندك كليه شرطه؟ زي ما قلت لحضرتك من شويه، طبعا ده شرف لاي حد، او دي امنيه اي شاب طموح في بدايه حياته. طبعا
مش معنى ان هم بيقولوا كليات قمه زي ما حضرتك قلت ده اعتقاد خاطئ، فهو فعلا اعتقاد خاطئ. مش كل حاجه هندسه طب. لا طبعا. أنا حماية بالنسبة لي إن الوطن أنا زي ما أخدم أنت قلت وطني، بالظبط. أخدم وطني، أخدم الشعب، ده ليه أولوية عندي عن الهندسة والطب. أحلامك بقى لبكرة يا إبراهيم، إيه اللي عايز تحققه بعد ما بقيت الثالث على دفعتك؟ إيه اللي عايز تعمله بكرة؟ طبعا دي مش النهاية إن شاء الله، دي نقطة، دي بداية، دي البداية إن شاء الله لحياة ربنا كاتبها لنا إن شاء الله. ربنا يوفقنا. أحلامي إن شاء الله إن أنا أي حاجة إن شاء الله أخشها أحقق فيها رقم إن شاء الله، يعني أبقى في أول، الثالث، الثاني، ما كنتش الأول إن شاء الله، وربنا كرمني يا رب بإذن الله الجاي كمان أفضل. الرابع ملازم تحت الاختبار عمر محروس أبو القاسم همام. قول لي ايه اللي مختلف في كلية الشرطة عن أي كلية تانية؟ يعني واضح إن أنت مجتهد من البداية، فكان عندك اختيارات كتيرة، لكن أنت اخترت كلية الشرطة ليه؟ هي كلية الشرطة اللي فرقها عن أي كلية في مصر إن هنا ما بيكونش شق اللي هو نظري بس، لا أنت عندك شق العملي، والشق النظري ما بيكونش بيقتصر على المواد القانونية فقط، لا بيقتصر عندك بيكون مواد شرطية كمان. فأنت إنك توائم ما بين الجانب النظري والعملي مش سهل على أي طالب، يعني ممكن طالب يكون شاطر جدا في المواد القانونية بس في الجانب العملي ما يعرفش يحافظ على جسمه ولياقته، بيكون كويس جدا في الرماية والأسلحة فك وتركيب والحاجات دي، فالحاجات دي بتطلب مجهود كبير منك طبعا. شعار الكلية يا عمر العلم، الخلق، الواجب. كلمني بيمثل لك ايه شعار الكلية؟ طبعا اول جانب الجانب العلمي زي ما قلت لحضرتك انك لازم تعتني مش بالجانب النظري بس، الجانب العملي. الخلق انك هنا ما بتقتصرش برضو على المذاكره بس، يعني انت لو مش منضبط اخلاقيا هنا صفر، المحصله صفر، عشان برضو انت بتقيم من ناحيه خلقيه وبيكون عليها درجات. الواجب انك بيكون عليك واجب في قسم تقسمها يوم التخرج، انك تحافظ على ارض الوطن وتحميها، وحتى لو حسب مصلحتك انت او على حساب حد من عيلتك، بس انت اقسمت القسم وانت بيكون عليك واجب لازم تأديه. وانت حاطط قدامك الشعار ده ومكمل بيه، صح كده؟ طبعا. ألف ألف مبروك، ويا رب اللي جاي أفضل بإذن الله، ودايما تكون من الأوائل في اللي جاي كمان. الله يبارك. بشكرك جدا وألف مبروك. شكرا جزيلا. الخامس ملازم تحت الاختبار محمود محمد أبو النصر محمد. النهارده التكريم على يد سيادة الرئيس ووزير الداخلية، قول لي ده بيمثل لك ايه يعني؟ اكيد شرف لاي حد في الجمهوريه كلها ان هو يقف بس قدام سياده الرئيس او يتكرم من سيادته والسيد وزير الداخليه طبعا. حاجه بترفع الراس، حاجه بتشرف قوي، حاجه تقولها لاولادك واولاد ولادك. اكيد للشخص والاسره كلها الحمد لله، وبعد كده الاجيال اللي قدام. ايه اللي كليه الشرطه اضافته ليك يا محمود؟ يعني قبل ما تدخل الكليه وبعد الكليه، بعد ال4 سنين ده، ايه اللي اتغير فيك انت شخصيا؟ اكيد كليه الشرطه واكاديميه الشرطه والصرح العظيم اللي احنا فيه ده، يعني الكليه من اعظم الكليات واعرق الكليات على مستوى العالم، الاكاديميه والمكان العظيم اللي احنا فيه. فكليه الشرطه مصنع الرجال، واضافت حاجات كتيره، يعني احنا هنا بجانب الشق التدريبي في شق علمي وفي شق عملي، يعني الكليه بتوفق بين الحاجات دي، والمحاضرين في الشق العملي والعلمي يعني بنحاول نوفق بين كل ده، ولازم تتميز في اي مكان تكون ملم بالحاجات دي كلها. صحيح. يعني انت شخصيتك اتغيرت، بقيت اكثر طبعا. التزاما مثلا؟ اكيد طبعا، والكليه هنا برضه بتساعد ان انت لو عندك موهبه الكليه بتنميها وبتقف معاك برضه. النهارده في شباب كتير ممكن يكونوا بيتفرجوا على الحلقه النهارده وشايفين انه كليه الشرطه دي حاجه يعني صعبه، تحدي كبير. لو هتوجه لهم جمله النهارده او كلمه تقول لهم ايه؟ وزي ما قلت لحضرتك في البدايه، هو شرف لاي حد ان هو يلتحق بالصرح العظيم ده، لكن هو قبل ما يجي هنا يفكر ان هو يكون ملتزم ومنضبط، وعشان هنا الحياه صعبه زي ما حضرتك قلتي، فهو يوفق بين حياته العمليه وحياته التدريبيه عشان يكون ناجح وان شاء الله ينجح يعني في حياته. احلامك لبكره ايه يا محمود؟ ان شاء الله نتمنى مصر تكون بخير، واحنا كلنا ان شاء الله فدا مصر. تمام، كل سنه وانت طيب والف الف مبروك. وللخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار شروق أحمد عبد المجيد شهاب. مشاهدينا معاكم من داخل كلية الشرطة ما زلنا وتخريج دفعة 2023. الحقيقة أنه تخريج الضباط
دايما بنكون يعني متعودين انه بنخرج ضباط رجاله. تخريج دفعات البنات وبالذات لمده 2 دراسيه وبرتبه ملازم دي يمكن سابقه بتحصل السنه دي لاول مره. خلينا نعرف منها اكتر عن هذا الامر. ملازم تحت الاختبار شروق احمد، الف مبروك يا شروق. الله يبارك فيكي، شكرا. فهمينا اكتر بقى ايه الدفعه الجديده اللي بتتخرج السنه دي اللي صدر ليكم قرار لمده 2 دراسيتين؟ تمام، احنا بقالنا 2 سنين هنا في الكليه، من 2 سنين بالظبط. اتقرر ان احنا هيتم دخول طالبات كليه حقوق وطالبات كليه التربيه الرياضيه زي الطلبه بالظبط. بدات الكليه تطلب تخصص الحقوق. احنا بقالنا هنا 2 سنين. التجربه طبعا ما كانتش سهله خالص ان حد يجي يقعد هنا 2 سنين، بس التجربه كانت مختلفه، خلتنا كلنا قد المسؤوليه في كل حاجه وفي كل وقت، ولاي مهمه صعبه احنا على طول قد المسؤوليه. ده غير ان الوزاره ان شاء الله مستنيانا، وباسم دفعتي كلها انا بوعد الوزاره ان احنا ان شاء الله نكون قد المسؤوليه بمجرد الالتحاق بالعمل. انت الاولى على دفعتك؟ الاولى على دفعتي. ايه المجهود الزياده اللي عملتيه يا شروق عشان تكوني الاولى على دفعتك؟ اكتر حاجه كانت مختلفه القياده. فكره ان انت تقودي مجموعه من الناس في كل حاجه من اول ما بيصحوا لحد ما بيناموا، في كل مهامهم وكل حاجه مطلوبه منهم في الكليه، دي حاجه مش سهله خالص. حاجه الكليه اضافتها لي، خلتني معتمد على نفسي في كل حاجه. يعني احلامك لبكره يا شروق بعد ما اتخرجتي من اول دفعه ملازم تحت الاختبار؟ احلامي ان انا اكون يعني مختلفه في كل مكان بروحه، اكون اعرف اطور من نفسي اكتر واكتر، واعرف اوصل لاماكن انا عمري ما وصلت لها علشان خاطر اخد تجارب وخبره زياده. اي بنت متردده انها تخش كليه الشرطه، كلمه اخيره تقوليها لها؟ اقول لها ما تتردديش خالص. انت هنا بقيتي قويه، ليكي اسمك، ليكي شغلك المستقل، معتمد على ذاتك. المكان ده ضاف لي اكتر مما يعني هتتاح لي الفرصه ان انا اوصف بصراحه. الف مبروك يا شروق، والجاي افضل باذن الله ان شاء الله. شكرا. الله يبارك. أول خريجي قسم الضباط المتخصصين، ملازم أول تحت الاختبار أحمد أيمن حسين المصري. كل خطوة منه دفاع انت طول عمرك حياه مدنيه ودخلت سنه حياه العسكريه. مظبوط. ايه اللي غيرته فيك السنه دي؟ اتعلمت حاجات كتير جدا، اهمها طبعا الانضباط، احترام المواعيد، دول اهم حاجتين يعتبروا. وحاجات كتير طبعا جدا، حاجات ما حدش يتعلمها بسهوله. حاجات السنه دي علمتنا حاجات ما اتعلمناش تقريبا في ال 24 سنه اللي فاتوا. الثاني ملازم تحت الاختبار أحمد أيمن محمد محي الدين. كلمني النهارده احساسك بعد تعب 4 سنين وانت بتتخرج النهارده. اكيد ده اليوم ده بيستنى اي طالب في كليه الشرطه، اللي هو يوم تخرجه وتعب 4 سنين طبعا بينتج ثماره في يوم واحد وهو حفل تخرجه، فاكيد طبعا احساس فوق الوصف يعني. النهارده وانت يمكن التكريم من سياده الرئيس وكمان من معالي وزير الداخليه، قول لي احساسك عامل ازاي بالامر ده كمان؟ اكيد طبعا الواحد الفخر ان هو النهارده كان ليه تكريم من السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الداخليه نتيجه تعب 4 سنين والتوفيق بين التدريب والحياه العمليه، الحياه التدريبيه والحياه العلميه. صحيح. اكيد كان ليه اثر كبير. أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين، ملازم أول تحت الاختبار حبيبة شريف عبد الحليم السيد. ما زلنا معاكم وتخريج دفعة 2023 من كلية الشرطة، وأتشرف جدا معايا النهاردة كمان تكون أولى الطالبات المتخصصات حبيبة شريف. ألف مبروك يا حبيبة. قولي لي النهاردة
التخرج بتاعك بعد اجتهاد وتعب، وبعد ما كمان خلصتي ألسن صيني. ايه بقى الموضوع ده؟ قولي لي. والله وانا كان حلمي من الاول ان انا ادخل شرطه، فكان عندي علم ان ممكن اقدم بس بعد ما اخلص الكليه الاول. فدخلت الكليه واجتهدت واشتغلت على نفسي، وكان هدفي ان شاء الله لما اتخرج هقدم في شرطه. الحمد لله اتخرجت وقدمت الحمد لله. الاضافه اللي اضافتها ليكي كليه الشرطه خلال فترة الدراسة دي؟ طبعا أضافت لي حاجات كتيرة. أول حاجة فيها ضبط النفس والالتزام بالمواعيد، ده غير طبعا اللياقة البدنية. لياقتي البدنية بقت أحسن وأعلى كتير. هل كان تحدي أو كان بالنسبة لك قرار صعب أو ممكن كان في مقاومة من الأسرة إن أنت تخشي كلية شرطة؟ لأنه بنت وكلية شرطة أحيانا في بعض الأهالي مش بتبقى حابة ده. لا بالعكس، أهلي كانوا مشجعيني جدا ودعمني، خصوصا إن هم كانوا عارفين إن أنا عايزة كده بس فلقيت كان في تشجيع جامد يعني. كلية ألسن وبعدها ضابط، إيه أحلامك بقى لبكرة؟ والله أنا نفسي بس المكان اللي هشتغل فيه أقدر أثبت فيه نفسي وأكون قد المسؤولية اللي هتحط فيها، وفي نفس الوقت هشتغل على نفسي برضو، وإن شاء الله هكمل ماجستير ودكتوراه. أولى الخريجات الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية ملازم تحت الاختبار داليا طايل عبد الرحمن عبد الحميد. بكون سعيدة قوي الحقيقة وأنا يعني بقدم واحدة من الطالبات في كلية الشرطة. إحساس الحقيقة بالسعادة مش عادة، أكيد بكون سعيدة بكل اللي بيتخرجوا، لكن بالذات الحقيقة بالفتيات، ومتشرفة جدا تكون معايا أول القسم الخاص ملازم تحت الاختبار داليا طايل. ألف ألف مبروك يا داليا. قولي لي النهارده يعني احنا فرحانين، انت بقى احساسك عامل ازاي؟ احساس السعاده طبعا لا يوصف، ان انا اكون متميزه وطلعت اتكرم من السيد رئيس الجمهوريه والسيد الوزير، فده احساس طبعا يعني متوصفش بصراحه. الفرحه مش سايعاني ان انا يعني وصلت للنقطه دي. دراسه سنتين بعد ما خلصتي تربيه رياضيه، قولي لي ايه اللي خلاكي اصلا تاخدي الخطوه دي وغيروا فيكي ازاي السنتين دول؟ هو انا خدت الخطوه عشان ده كان حلمي من وانا صغيره جدا، وكان حلمي والدي الله يرحمه، وهو كان ضابط في القوات المسلحه، فانا يعني كنت حابه الموضوع من وانا صغيره جدا. فخلصت تربيه رياضيه وبرده كنت متميزه فيها وكنت مرتبه. فاول الاعلان ما نزل قدمت والحمد لله يعني اتقبلت في الكليه. شعار كليه الشرطه العلم الخلق الواجب. تمام. قولي لي اتعلمتي ايه من الشعار ده؟ لا اتعلمت حاجات كتير جدا بصراحه، اهمها الانضباط والالتزام، وان انا يعني اعرف ازاي اتصرف في المواقف كلها، مواقف سهله صعبه، ازاي اتخذ قرار واكون قده. فبصراحه اتعلمنا واستفدنا حاجات كتير جدا طول السنتين. اللي بيخش كليه الشرطه او الكليات العسكريه بيبقى عنده هدف ان يخدم بلده، انت الهدف اللي جواكي ايه؟ الهدف اللي جوايا طبعا ان انا يعني المكان اللي انا هشتغل فيه ان انا اكون متميزه فيه برضو، وان انا يعني اخدم في المكان بتاعي على قد ما اقدر، ان انا اكون يعني بقدم كل الخدمات بس على طول، يعني ما اكونش واقفه في طريقي ثابت، ان انا اكون على طول متطوره وبطور من ذاتي في مجال شغلي وفي عملي بس. كلميني عن احلامك في اللي جاي. وهل فكره انه سيده ضابط دي ممكن يعني ناس كتيره شويه بتقلق منها، وكتير قوي من البنات من نفسهم يعملوا زيك بس خايفين ياخدوا الخطوه، لو هتوجهي لهم كلمه النهارده تقولي لهم ايه؟ لا ياخدوها، عشان هي بجد حاجه كويسه جدا، وحاجه الناس كلها اصلا يعني بتكون فخوره بيها، وبالذات الطالبات او الفتيات، فهي حاجه كويسه جدا وفخوره كده ان الحاجه دي تحصل، فهي حاجه كويسه جدا ان كل الطالبات تاخد خطوه زي دي. حلقة كلها نجاح وكلها فرحة لبناتنا وولادنا اللي اتخرجوا النهاردة من كلية الشرطة دفعة 2023، وبالتوفيق في اللي جاي بإذن الله. نلقاكم على كل خير وسلام الأسبوع القادم بإذن الله، وحلقة جديدة والمواطن المصري.